يا صباح الورد والفل والياسمين، صباح الهنا والسعادة على عيون أحلى متابعين في الدنيا وأحلى اخوات في الدنيا. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وأتم صحة وأحسن حال، اللهم أمين. فيديو جديد على قناتي وروتين جديد في حياتي، حبيت ان انا اشارك يومي البسيط ده معاكم. وبدأت اليوم بتاعي من على السطح عند الطيور. حبيت ان انا اصور كده الفترة بتاعت الطيور انا بعمل فيها ايه. اول حاجة نستقبل الشعب البطبيطي ده. او اول حاجه اهم حاجه بقى اللي في الفيديو، اللي اهم من الشعب البطبيطي ده، انك لو لسه اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس على اشعارات الكل، علشان كل ما انزل فيديو جديد بوست جديد على القناه قلب اختك تدخلي كده تنوريني باحلى لايك من احلى اخوات في الدنيا. شكرا شكرا شكرا، منوريني ومشرفيني من داخل مصر ومن خارج مصر، وجودكم وتشجيعكم ليا باشتراككم في قناتي على راسي من فوق. فيلا بسرعه، عايزه لايكات كتير على الفيديو، وشكرا على الفيديو اللي فات ما بخلتوش عليا باي لايك. شكرا للناس بقى اللي دخلت تعليق جديد على قناتي. وجودكم في حياتي اساسا ده شرف ليا وعلى راسي من فوق، مشرفيني والله العظيم، ربنا يجازيكم كل خير. تعالوا بقى كده نرجع الشعب البطابيطي ده او شعب البط اللي قدامنا ده. طبعا داخلين على رمضان، كل سنة وانتم طيبين والأمة الإسلامية كده بخير. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. قولوا لي بقى ربيتوا ايه لرمضان؟ يا ريهام احنا بنربيش، يا ريهام احنا شغالين يعني حاجة غالية وكده. هقول لكم، لو الحاجة غالية هتشتريها ب200 هتربيها في البيت ب100، يعني هو يعني ايه، حسوا ان هي بتبقى معادلة وبتاكلي حاجة نظيفة وكده. طب انا عندي مكان، انت ما عندكيش مكان. الناس اللي عندها مكان تحاول تربي كده بطتين 3 كده رمضان. يا ريهام الوقت دخل بط ايه رمضان انت بتستعبطي؟ البط الرمضان او البط عامة 4 شهور 5 شهور. لا هقول لكم، البط اللي انتوا كنتوا شايفينه قدامكم ده اسمه بيور فرنساوي. البط ده بيشيل اوزان على 45 يوم. شهرين تكوني دابحة، يعني شهرين ونص دول بالكتير يبقوا حلوين قوي، على نص رمضان تكوني أكلة منه. احنا مش مقطعين يعني أكل البط في رمضان. فلو حابة انك تربي مفيش غير البط ده انك تربيه. تعالوا بقى نشوف البطة. البطة لسه مطلعة، اللهم بارك اللهم بارك. بحب ان انا اصور اللحظات دي قوي. عاوز اقول لكم ان انا بقالي 3 4 ايام بطلع ابص عليها. علشان اساسا المفروض ان البط في الصيف بيطلع على 31 يوم زي ما احنا متعودين. دي مطلعالي على 39 يوم، والله العظيم دخت يعني، طالعة نازلة طالعة نازلة طالعة نازلة. طب انتي بتطلعي تبصي عليها ليه؟ بطلع ابص عليها علشان هي مش عارفة بقى المكان اللي هي كانت فيه او القفص اللي هي كانت فيه صغير عليها، مش عارفة. فانا طلعت لقيتها مموتة المرة اللي فاتت بط في البيضة، دايسة عليه كده والبط بيطلع. والمرة دي الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، بعد ما البط طلع كانت دايسة على واحدة برضو موتاها. ففضل ونعم من عند ربنا لما الحاجة كده رزق كده حلو كده طالع لي. بحب قوي 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 اليوم اللي يبقى طالع فيه معايا يعني ايه بط. حطيت لهم بقى عليه ابادي واستقبلتهم على كيس محلول جفاف كده، حطيته لهم على السقايه. ببقى عامله حسابي من قبلها، مظبطه نفسي، العليقه موجوده عندي، المكان مهيأ ليهم، انا منضفه وكل حاجه. بس القشور الصغننه دي اللي لازقه في الارض، انا كنت كل ما الاقي واحده طالعه مفقسه يعني، بقوم مطلعه القشر على طول من خوفي عليهم ان هي تدوس على القشر وكده وتموت بيض وتموت بط في البيض يعني. فقلت بعد كده اقوم حكلهم الارض او منضفه لهم الارض كويس. ده كان اول يوم يعني استقبلهم فيه وكده. فهنا بقى الناس اللي بتكلمني على الكلفة بتاعة الحمام او اكل الحمام. الاكل بتاع الحمام انا بحب ان انا اعمله على ايدي. تحبي تعمليه على ايدك ازاي؟ اكل بط اكل حمام كده، ما بحبش ان انا اجيب حاجه جاهزه كده او شكاره جاهزه متقلبه. لا انا بحب ان انا اجيب كده كميات على ايدي واقعد اقلبها كده. اعمل يعني ايه، خلطه كده بمزاجي. تمام. تعملي ايه يا ريهام دلوقتي؟ انا جبت اللي هو الكزب اللي هو بتاع البط، وحطيت عليه كسر فول، وكمان حطيت عليه نامي وعيش ودش اللي هو الدشيشة بتاعت اللهم ذكرني، اللي هو بتاعت الذرة الدشيش. وبقلب ده كله، وده كل الاكل ده بحطه للطيور اللي عندي كلها. كام فرخة بيبيضهم كده عندي بحط لهم منهم بقى، كام بطة طالعين بربيهم بحط لهم منهم. طبعا بتفرق في العمر. انا بقعد اكل البط البلدي اللي طالع
من البيضة لغاية شهر بادي، وبعد كده باكله نامي، وبعد كده بخلط بقى نسبة دشيش على ما يكبر، باكله بقى الاكل اللي قدامكم ده، اللي هي الخلطة عامة الخلطة اللي قدامكم دي. انا من الناس اللي ما بحبش ان انا اسيب الحاجة زيادة عن يعني ايه مدتها. فانا الفترة الجاية بأمر الله قبل رمضان هكون مدبحة البط ده كله وحطاه في الفريزر، يعني انا مش هسيبه كده. تمام. طب ما تسيبيه يا ريهام وتعملي الحاجة صبح بصبح او بطية ببطية كده، احنا هنبقى داخلين على رمضان بأمر الله. والواحد بقى بيحب ان هو ايه يبقى الحاجة محطوطة في الفريزر كده تحت ايده، يعني تفتحي الفريزر تلاقي الحاجة كده، تمدي ايدك تجيبي على طول وتسقطي في الحلة، مش لسه هتنضفي، مش لسه كده. وبعدين رمضان بحب ان انا ابقى فاضية فيه، اي ورد اي صلاة، بحب ان انا ابقى فاضية كده ما ورايش حاجة، اللقمة اللي هعملها وتبقى كمان الحاجة اللي انا هعملها سريعة، محبش حاجة تضيع لي يومي في رمضان نهائي. قلبت بقى الاكل كله وحطيته بقى، بحب ان انا احطه في الجرادل، والحاجات اللي زي دي ما بتاخدش مكان معايا، ومفيش اساسا يعني حاجة كبيرة ان انا احط فيها. على فكرة حصل تغييرات في السطح وغيرت كذا حاجة كده في السطح، فبأمر الله هحاول ان انا اصور لكم الفيديو اللي جاي من على السطح، واقول لكم بقى الفترة اللي جاية هنربي ايه، علشان طبعا كل فترة وليها موسمها انك تربي فيها. يعني مثلا الفترة اللي جاية مثلا لو حد بيحب ياكل الفراخ اللي هي البلدي شامورتي كده، الشامورتي يعني ايه يا ريهام؟ بيبقوا لسه ما مش عتقي، مش عتاقي، مش بيضين، تحس ان الحاجة مسكرة كده معاكي وانت بتاكليها. شهرين ونص او شهرين وعشر ايام على رمضان هتاكلي الحاجة يعني ايه اللي هي بادئة لسه شبابات كده. تقدري تربي ايه تاني، تقدري بقى انك تبدأي بقى في دورة ساسو او دورة فراخ بيضة. ما عنديش مكان يا ريهام، هاتلك 5 فراخ بالعدد تحت الحوض بتاعك، عارفة الحوض بتاع المواعين، اه والله زي ما بقولك كده، قفليه يا قلب اختك ولمبة وربيلك 5 فراخ بيض فيهم هينفعوكي، يعني هيعدوا من عليكي مصاريف وهينفعوكي في اكل رمضان. طب عاوزة مثلا فراخ ساسو، ربي مثلا 10 أبيض 5 ساسو كده، يعني دخلي الفراخ الساسو بيبقى طعمها سكر، يعني مديها واخدة من الأبيض ومديها على البلدي أكتر، وحاجة فيها كده آه طعم قمر كده تاكليه وانت يعني مبسوطة قوي حاجة مسكرة. هنا كنت بقلب الكلفة بتاعة الحمام، جبت ايه يا ربي، لا انا كنت الاول قلبت الكلفة بتاعة الحمام، وبعد كده انا بعمل دلوقتي الاكل بتاع البط اللي هو الكزب على الدشيش وكده. كلفة الحمام انا بحط له معلقة بياض، على عليقة نامي، على دشيش، على عيش، على اللهم ذكرني لو موجود مثلا شوية غلة، موجود اي حاجة بقى، موجود فول عندي ما مش محتاجاه حب كده بحطه لهم بياكلوه. كل ده بيفيد في الطيور، كل ده بيخلي الطيور تشيل لحم، لو زغليل عندك طالعة في الحمام العيش بيخليها تلبن كده وتخليها ان هي تكبر، وبيساعد كمان في الاكل. طب العيش دلوقتي الكيلو ب10 ومش موجود وكده، في ناس بتبيعه، انا بجيبه الكيلو ب10 جنيه وساعات بجيبه ب8، بس حاولوا انكم تدخلوه في الاكل كده بيساعد وبيوفر معاك. لو وصلت لحد هنا قلب اختك، فاكيد الفيديو عجبك ولو 1%، يا ريت ما تنسيش اللايك، عاوزة لايكات كتير وتعليقات كتير. بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي ويجازيكم كل خير على كل لايك بتحطوهولي، على كل ضغطة زر كده واشتراك بتشتركوا في قناتي. انتم وجودكم في حياتي فارق معايا جدا، فربنا يديمكم نعمة في حياتي اللهم امين. الناس بقى اللي بتقولي يا ريهام انت هتنزلي على القناة التانية امتى، وبيعلقوا لي كده على القناة التانية وموجودين هنا، انا مش حابة ان انا انزل على القناة اللي هي الاولانية دي خلاص، يعني مش عارفة انت قفلت منها، يلا قدر الله ما شاء فعل. فهنكمل على القناة هنا، واسفة على تأخيري في تنزيل الفيديوهات، تأكدوا ان انا مبتأخرش كده غير بداعي. يعني انا الفترة اللي فاتت زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات كنت واخدة دور جامد، وبعد كده ولادي رد لهم الدور تاني وجوزي اخده، فقدر الله ما شاء فعل. فكان ايام صعبة علينا وكلها بقى محاليل، كلها حقن، كلها علاجات، فحاولوا تدفوا نفسكم يعني دي النصيحة اللي انا بقولها لكم، حاولوا تدفوا نفسكم، تبتعدوا عن اي حد، لو بصوا لو بيعطس كده او بيتنفس ابعدوا ابعدوا اجروا، يعني لو في حد بيتنفس في المكان اجروا سيبوه، لان الدور صعب جدا جدا جدا. وعاوزه اقول لكم ان انا اساسا بسجل الفيديو كده والدور رد على احمد ابني تاني،
فالمفروض ان انا هقفل معاكم الفيديو واروح بقى للدكتور يكتب له بقى مضاد حيوي، لان انا الفتره اللي فاتت لما جاله الدور ما ادتوش مضاد حيوي وسبته ان هو يخف مع نفسه كده بالعلاج اللي هو بتاع البرد العادي، التلفاست والحاجات اللي زي دي. عدى الايام بقى والدور ردله تاني، قدر الله ما شاء فعل. فكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بقى، اسيبكم بقى في رعايه الله. يا ريت بقى تكونوا حطيتوا لي اللايك كده و... وتشتركتوا في القناه. اهم حاجه عاوزه اشتراكات كتير كتير كتير. استنوني في فيديو جديد. دمتم في رعايه الله.